اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اول نوع ريبورت في اللايف سايكل كوليكشن وهو الاكوزيشن، واللي يعتبر اول ستيج في تفاعل اليوزر عندك على الويب سايت او الاب. ودلوقتي بقى هندخل على تاني ستيج بيعدي عليها اليوزر وموجوده في تاني نوع ريبورت وهو الانجيجمنت. في المرحله دي اليوزر بيبدا يتفاعل عندك على الويب سايت او الاب، والتفاعل ده بيكون عباره عن انواع مختلفه من الايفنتس. وعشان نقدر نحلل التفاعلات دي بشكل عميق، جوجل اناليتكس قسمت لنا الانجيجمنت ريبورتس ل5 ريبورتس، هما الاوفر فيو والايفنتس والكونفرجنس والبيجز اند سكرينز واللاندنج بيج. وهنبدا الاول بالاوفر فيو. وهنا الانجيجمنت اوفر فيو الهدف منه انه يلخص لي تفاعل اليوزر عندي على الويب سايت او الاب من الانجيجمنت ريبورتس الاساسيه في شكل الكاردز دي، والديفولت بتاعه عباره عن 7 كاردز. اول كارد هو لاين تشارت فيها 3 ماتريكس، وهم الافريج انجيجمنت تايم والانجيجد سيشن بير يوزر والافريج انجيجمنت تايم بير سيشن. والفرق بين الافريج انجيجمنت تايم والافريج انجيجمنت تايم بير سيشن ان الافريج انجيجمنت تايم بتحسب متوسط وقت تفاعل اليوزر عندي على الويب سايت او الاب، لكن الافريج انجيجمنت تايم بير سيشن بتحسب متوسط وقت تفاعل اليوزر في السيشن الواحده. والاثنين دول مفيدين جدا في اننا نعرف متوسط الوقت اللي بياخده اليوزر علشان يتفاعل عندي، وبالتالي افكر هل فعلا الوقت ده كافي عشان اليوزر يستهلك اللي عايزه يستهلكه ولا قليل جدا، فاشوف ايه اللي اقدر احسنه عشان اخلي استهلاكه افضل. والكارد الثاني هو عباره عن ريل تايم ريبورت باعداد اليوزرز في اخر 30 دقيقه على كل البيجز او السكرينز في حاله الاب. وهنا الكاردز دي بتعرفني الداتا الخاصه بالايفنتس والفيوز على كل البيجز والسكرينز. ونيجي هنا بقى للكارد السادس وهو اليوزر اكتيفيتي اوفر تايم، والهدف منه انه يعرفني الاختلاف في اعداد اليوزرز اللي استخدموا الويب سايت او الاب في ال3 فترات زمنيه دول، وهم اخر يوم واخر 7 ايام واخر 30 يوم. ومنها تقدر تبني توقعات زي انك تتوقع متوسط اعداد اليوزرز اللي هيدخلوا لك الشهر الجاي بناء على اعداد اليوزرز اللي هيدخلوا لك الشهر ده. زي هنا مثلا هنلاقي ان اعداد اليوزرز اللي دخلوا لي في اخر 30 يوم هم 3300 شخص، يعني تقريبا بمعدل 110 يوزرز في اليوم، يعني المفروض يدخلي في الاسبوع حوالي 770 يوزر. وهنا فعلا في اخر 7 ايام دخل 771 يوزر، لكن لو بصينا هنا على اخر يوم هنلاقي ان دخل 52 يوزر، يعني اقل من المتوقع بنسبه اكتر من 47%. ولو بصينا هنا على اللاين بتاع الدايز هنلاقيه فعلا ان ابتدى يقل من اول يوم 29 بعكس الايام اللي قبل كان نفس الافريج. وده ممكن يكون مثلا بسبب ان احنا كنا مشغلين كامبينز ووقفناها، وده يخلينا نتوقع ان عدد الاكتيف يوزرز في الشهر الجاي هيقل لدرجه انه ممكن ما يكملش ال1000 شخص، بس ده طبعا في حاله ان احنا مشغلناش كامبينز غيرت لنا الارقام دي. واخر كارد عندنا هو اليوزر ستيكنس، والهدف من الكارد ده انه يقارن لي نسبه تفاعل اليوزر في فتره زمنيه قليله بنسبه تفاعل اليوزر في فتره زمنيه اكبر منها، فتقدر تعرف من النسب دي مقدار احتفاظك بتفاعل اليوزر قد ايه. وهنا في التشارت هنلاقي 3 انواع من النسب، وهما الدي اي يو على الام اي يو، ودي اختصار لديلي اكتيف يوزر على مانثلي اكتيف يوزر، ودي بتحسب لي النسبه بين اعداد الاكتيف يوزرز في اخر 24 ساعه على اعدادهم في اخر 30 يوم. فمثلا هنا في التشارت بتاعه اليوزر اكتيفيتي اللي قبلها عرفنا ان دخل لنا 3300 اكتيف يوزر في اخر 30 يوم، وفي اخر 24 ساعه كان اعداد الاكتيف يوزرز 52. ده معناه ان نسبه الدي اي يو على الام اي يو هتكون 1.6%، ودي طبعا نسبه قليله جدا بتدل ان احتفاظي باليوزر ضعيف. والنسبه اللي بعدها هي الديلي اكتيف يوزر على الويكلي اكتيف يوزر، ونسبتها 6.7%، وده برضو رقم قليل جدا. والنسبة الثالثة هي الويكلي اكتيف يوزر بالمانثلي اكتيف يوزر، وهنلاقيها هنا هي 23.7%، وده رقم طبيعي لان اصلا عدد اليوزرز اللي دخلوا في اخر 7 ايام بالنسبة لاخر 30 يوم كان طبيعي جدا. والنسب دي كلها بتقول ان احنا محتاجين ناخد اكشن علشان نحافظ على نفس عدد الاكتيف يوزرز اللي كان بيدخل لنا في اخر 30 يوم. كده احنا خلصنا الاوفر فيو، وهندخل دلوقتي على الايفنت ريبورت، والهدف منه انه يعرفني كل حاجة عن الداتا الخاصة بالايفنتس اللي حصلت عندي على الويب سايت او الاب. زي هنا في الجدول هنلاقي دايمنشنال ايفنت نيم وميتريكس كتيره من ضمنهم الايفنت كاونت بير يوزر، ودي بتحسب لي متوسط اعداد الايفنتس اللي بيعملها اليوزر الواحد على كل ايفنت من دول. واللاين تشارت دي بتوضح لي مقدار التغير اللي بيحصل على التوب 5 ايفنتس اللي عندي على مدار الوقت، ودي بتحسب على ميتريك الايفنت كاونت، وهنغيرها للايفنت كاونت بير يوزر من السهم ده. وهنلاحظ هنا ان ايفنت الفيديو بروجرس عالي مره واحده يوم 30/5 بعد ما كان وصل للصفر يوم 29/5. ومن البار تشارت دي نقدر نعرف ان اعلى ايفنت كاونت بير يوزر هو الفيديو بروجرس، وده حلو جدا بالنسبه للبيزنس لاننا ما كناش متاكدين ان الناس هتشوف الفيديوهات على الويب سايت بشكل كويس. وخليني اقول لك ان كل الايفنتس الموجوده في الجدول دي كليكابل، لما نضغط عليها هنلاقي الداتا الخاصه بالايفنت ده، وهنا هنلاقي الداتا الخاصه بايفنت الفيديو بروجرس، وهي عباره عن كاردز، وهنلاقي فيهم كارد بيوضح اعداد الايفنتس اللي حصلت على كل دوله من الدول، وحتى في كارد للايفنت كاونت باي جندر. وده كده ريبورت الايفنت، وهندخل دلوقتي على ريبورت الكونفرجنز.
وخليني اقولك ان الكونفرجنس هي اصلا عباره عن ايفنتس انت بتختار انها تكون كونفرجن ايفنتس. وهنا في الجدول احنا مش مختارين غير ايفنت الجنريت ليد ان هو يكون كونفرجن ايفنت. ولو بصينا هنا فوق هنلاقي ان في فلتر معمول تلقائي علشان ما يظهرليش غير القيم اللي بتنكلود الكونفرجن ايفنت، ولو جربت تشيله هتلاقي ان كل الايفنتس هتظهر لك في الجدول. وبرده احنا ممكن نضغط على الكونفرجن ايفنت ده علشان نشوف الداتا بشكل اعمق، فهنلاقي لما ضغطنا عليه ظهر لنا ريبورت التفصيلي للكونفرجن ايفنت ده بدايمنشنز مختلفه، فاقدر اعرف مثلا اعداد الكونفرجنز اللي حصلت على كل تشانل جروب من دول. وهنا اعلى تشانل جروب حصل عليها الكونفرجن ايفنت ده هي البيج سيرش. وتعالوا دلوقتي ندخل على البيجز اند سكرينز ريبورت. والهدف من الريبورت ده انه يوضح لك كل التفاعلات اللي بتحصل على البيجز اللي عندك او السكرينز لو اب. وهنا في الجدول ده الديفولت دايمنشن اللي بيقيس عليه هو البيج باث اند سكرين كلاس. والبيج باث يعني القيمه الموجوده في اليو ار ال بتاع البيج بعد الدومين على طول. يعني هنا مثلا في اليو ار ال الخاص بجوجل سبورت الجزء اللي من بعد دوت كوم ده كله هو البيج باث. وممكن نغير الدايمنشن من هنا. هنلاقي فيه 3 دايمنشنز غيره: البيج تايتل اند سكرين كلاس والبيج تايتل اند سكرين نيم والكونتنت جروب. اول واحد هو البيج تايتل اند سكرين كلاس، وده بيقيس على اسم البيج او السكرين كلاس في حاله لو اب. ونفس الكلام في البيج تايتل اند سكرين نيم، بتقسم لي البيجز الموجوده عندي على الويب سايت علشان اقيس عليها ماتريكس معينه، زي ان انا اعمل بيجز للمين كلوز وبيجز للومن كلوز، وبتتبعت في بارامتر اسمه كونتنت جروب مع اليو ار ال بتاع الويب سايت. وتعالوا نبص على اللاين تشارت دي، هنلاقي ان اعلى بيج في عدد الفيوز هي البيج دي. وممكن نشوف ايه اعلى بيج في الافريج انجيجمنت تايم من البار تشارت دي. هنضغط الاول على السهم ده وهنلاقي ان اعلى بيج هي البيج دي. ولحد هنا تمام بالنسبه للريبورت ده. تعالوا بقى ندخل على اخر ريبورت في الانجيجمنت وهو اللاندنج بيج ريبورت. والهدف من الريبورت ده انه يعرض لك التفاعلات اللي بتحصل على اول لاندنج بيج بيلاند عليها اليوزر عندك على الويب سايت، واعداد الفيزيتورز على كل لاندنج بيج. وده مفيد ليك في انك تعرف ايه اكتر لاندنج بيج بيلاند عليها اليوزر لاول مره وايه هي الاقل علشان تقدر تحسن. وتعالوا نبدا بالجدول ده، واللي منه اقدر اعرف ان اكتر لاندنج بيج بيلاند عليها اليوزر لاول مره هي اللاندنج بيج دي. وهنلاحظ برضو ان اعداد السيشنز عليها متقاربه من اعداد اليوزرز. ده معناه ان اغلب اليوزرز بيعملوا سيشن واحده بس، بعكس مثلا البيج دي هنلاقي ان اعداد السيشنز اعلى من اعداد اليوزرز، والافريج انجيجمنت تايم بير سيشن برضو عالي عليها. يعني البيج دي ناجحه في انها تجذب اليوزرز وتخليهم يقضوا فيها وقت اطول. بس كده خلصنا الانجيجمنت ريبورتس في جوجل اناليتكس 4. لو في اي اسئله عندك سيبها لنا في كومنتس وهنرد عليك على طول. ويلا بينا بقى على المونيتايزيشن ريبورت في الفيديو الجاي.